ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هتحط حد بالك وهنشوف طاقه الشخص ده تجاهك ايه، ومشاعره اتجاهك عامله ازاي. بس ما تنساش تعمل لايك عشان طاقتك توصل معايا. النهارده القراءه معانا هتبقى على مجموعتين. المجموعه اللي هتختار الحجر دوت، هتختار الدبوس ده، او الناس اللي هيختاروا الكروت ديت، او باول حرف من اسم الشخص دوت. الحروف ان شاء الله تلاقوها في صندوق الوصف. او الناس اللي هتختار الدبوس ده، يكون واضح كده، او الناس اللي هتختار الكوتشينه ديت. وباول حرف من اسم الشخص دوت الحروف هتلاقوها في صندوق الوصف. طبعا كل مجموعة هنشوف لها طاقة الشخص ده تجاهك ايه، ومشاعر الشخص دوت عاملة ازاي دلوقتي اتجاهك. يلا هسيبكم شوية تفكروا وهتختاروا انهي مجموعة، ونبدأ بعد كده على طول. يلا هنبتدي بالناس اللي اختاروا الدبوس دوت، او باول حرف من اسم الشخص دوت، او بالكوتشينه ديت. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي ما عملتش لايك يلا تعمل لايك عشان الطاقه بتاعتها توصل معايا، وان شاء الله القراءه تنطبق. لو القراءه ما انطبقتش اسمع المجموعه التانية، وان شاء الله القراءه والطاقه تنطبق معاك. اول حاجه يلا تعالى نشوف كارت الطاقه بتاعك انت عشان نعرف القراءه ديت مناسبه ليك ولا لا. الاضاءه كده واضحه؟ نغير الاضاءه. يلا كده تعالى ناخد كارت الطاقة بتاعك انت تجاه الشخص ده. بالنسبة للشخص دوت، انت ممكن تكون هنا اصحاب المجموعة الاولى او الناس اللي اختاروا المجموعة الاولى. انا شايف هنا ان انت ممكن تكون عامل بلوك للشخص دوت، او انت قافل مشاعرك دلوقتي اتجاه الشخص دوت. ممكن هنا بعض الناس عاملين له بلوك على السوشيال ميديا، او قاطعين تواصل مع بعض على السوشيال ميديا. بس شايفك هنا ان انت بتفكر من بعيد، او شايفك ان انت بتتخاطر معاه، او بتبعت له رسائل تخاطر، او كتر تفكيرك فيه بيبعت للشخص دوت مسجات معينه انت اللي بتبقى قاصد اللي انت تبعتها له. بس شايف هنا في طاقتك ان انت ممكن تكون عامل له بلوك على السوشيال ميديا، او ما بينك وما بينه انقطاع دلوقتي، او ما بينك وما بينه مفيش كلام او مفيش حوار مثلا بيدور ما بينك وما بينه دلوقتي، او انتوا الاتنين مش موجودين عند بعض على السوشيال ميديا. شايف هنا ان انت بتفكر من بعيد في الشخص دوت. تعالى بقى لو الطاقة دي انطبقت معاك كمل القراءة فهي لحضرتك. لو الطاقة ديت ما انطبقتش معاك اسمع المجموعة التانية. يلا هنا تعالى، ممكن هنا أغلبية الناس كمان كراش، يعني بمعنى هنا قطع التواصل. برضو عايزة أقول لكم إن انتوا مثلا لو كراش أو لسه ما اتكلمتش مع الشخص دوت، فأنا شايف هنا إنه في قطع تواصل ما بينك وما بينه، مفيش تواصل حقيقي في الطاقة بتاعتك انت مع الشخص دوت. وشايف ان كل تفكيرك من بعيد. تعالى يلا بقى نشوف الطاقة بتاعت الشخص دوت اتجاهك عاملة ازاي. سامي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شايف بقى طاقة الشخص دوت اتجاهك عاملة ازاي. انا شايف ان الشخص دوت مستمر في التفكير فيك طول الوقت. انا شايف ان هو كمان ممكن يكون بيشتغل، او ممكن يكون في دراسة، او حسب المكان او الوضع اللي هو فيه. انا شايف ان هو بيفكر فيك في كل لحظة، او في كل مكان هو بيروح، او في كل خطوة هو بيعملها. كمان هنا انا شايف ان الشخص دوت مهتم بيك الفترة ديت، او انت محور اهتمامه. ممكن يكون هنا مش مبين لك على فكرة ان الشخص دوت مهتم بيك يعني، ولكن انا شايف هنا ان الشخص دوت مهتم بيك جدا، او انت محور اهتمامه. ولكن ممكن تكون انت ما انتش عارف، او انت بتقول مثلا ان هو متجاهلني دلوقتي، او هو مثلا مش مهتم بيا زي الصورة اللي الشخص دوت راسم عاملها قدامك. يعني هو الشخص دوت عامل قدامك ان هو متجاهلك، او ان هو مش مبين ان هو مهتم بيك وكده. ولكن لا، الشخص دوت مهتم بيك جدا على فكرة، وانت محور اهتمامه الفترة دي. فطاقته اتجاهك حلوة جدا، شايفها كمان طاقة استقرار. شايف كمان ممكن يكون الشخص دوت عايز يرتبط بيك، او عايز يبقى في ما بينكم علاقة تسمح بالكلام. انا شايف ان انت في طاقتك مثلا في قطع او في بلوكات هنا ما بينك وما بين الشخص دوت، او عدم حديث. لا، انا شايف ان الشخص دوت عايز يستقر معاك، عايز يرجع التواصل ما بينكوا تاني لو كان في تواصل اصلا.
ولو ما كانش فيه فانا شايف ان الشخص دوت عايز يتواصل معاك وعايز يبدأ معاك كلام كويس كمان. دي طاقة الشخص دوت ودي طاقتك. لو شايف ان القراءة ديت مناسبة ليك او انطبقت معاك اتفضل كمل القراءة فهي لحضرتك. تعالى يلا نبتدي بقى وناخد سؤال النهاردة. مشاعر الشخص دوت ليك عاملة ازاي؟ مشاعر الشخص دوت ليك عاملة ازاي؟ اصحاب المجموعة الاولى، الشخص اللي حطوه في بالهم مشاعره اتجاههم ايه دلوقتي؟ الناس اللي ما حطتش لايك يلا تحط لايك وتعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. طبعا الناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف تحت. القراءات باسعار حلوه جدا ومناسبه للجميع. وطبعا لو حابين نتكلم عن اي موضوع اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان نعمل الفيديو اللي انتم عايزينه. يلا ناخد السؤال بتاعنا النهارده. ومشاعر الشخص دوت اتجاهك عامله ازاي؟ تمام. مشاعر الشخص اللي ثانيه. مشاعر الشخص اللي المجموعة الأولى حطتهم في بالهم عاملة ازاي؟ أول حاجة الشخص دوت ممكن يكون من صفاته شوية إنه خجول في التعبير عن مشاعره، أو الشخص دوت ممكن يكون ما بيحبش يبان ضعيف شوية. أو هفهمك ازاي مثلا. يعني هو بالنسبة له إنه يبين مشاعره ليك ده في حد ذاته ضعف. أو هو مثلا بيتحرج مثلا منك أو بيتحرج إنه يعبر لك عن مشاعره. شايف كمان الشخص دوت ممكن يكون هو عامة في تلك الحالات الشخص ده متمسك بيك مهما انتوا بعدتوا، مهما انفصلتوا او بعدتوا عن بعض او حصل اي ظرف. انا شايف ان الشخص دوت متمسك بيك جدا 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 وبيحاول ان انت ما تضيعش من ايده. كمان هنا زي ما قلت لكم في الطاقة بتاعت الشخص دوت ان هو عايز يستقر معاك وعايز يبني بيت، عايز يرجع التواصل معاك تاني. حتى مثلا لو العلاقة ما تسمحش للارتباط او مثلا في عوائق كتيرة تمنع مثلا الارتباط، فانا شايف ان الشخص دوت عايز يبقى في ما بينكم ود او يبقى في ما بينكم عفوا على الانقطاع اللي حصل دوت. تعالوا بقى نكمل. يلا احنا زي ما قلت لكم في الاول ان الشخص دوت بيخجل في التعبير عن المشاعر، او بالنسبه له لما يجي يعبر عن المشاعر بتاعته فبالنسبه له ده ضعف. بس هو انا شايف هنا انه عنده مشاعر كويسه جدا تجاهكم، مشاعر بالتمسك. مثلا هو الشخص دوت متمسك بيك. شايف هنا كمان في حب، ولكن هو زي ما قلت لك بيخجل في التعبير تجاهك بالمشاعر. كمان هنا شايف ان الشخص دوت دايما ممكن يكون بينتظرك انت اللي تبادر او بينتظر المبادره تيجي من ناحيتك انت. كمان هنا انا شايف ان الشخص دوت بيفكر فيك بطريقه رهيبه يعني. بس زي ما قلت لكم في الطاقه بتاعتكم انتوا الاول انتوا اللي بتفكروا في الشخص ده اكتر. هو مثلا ممكن يكون محجم التفكير بتاعه ده شويه، او زي ما اقول لك ايه، آم، اكتر التفكير بتاعه. انا قلت لك في الطاقه بتاعته ان هو بيفكر فيك في كل وقت، او بيفكر فيك دايما في الشغل، او دايما او بيتخيل معاك مواقف حصلت او كده. بس انا شايف هنا كمان ان الشخص دوت بيفكر فيك اكتر وقت، يعني اكتر ميعاد بيفكر فيك الشخص ده بالليل قبل ما ينام. كمان هنا شايف ان الشخص دوت مشاعر تجاهك. شايف ان هو عايز زي ما قلت لك يرجع التواصل تاني معاك، او لو انتم كنتوا على تواصل قبل كده. لو ما كنتوش على تواصل فهو نفسه او بيتمنى انه يفتح معاك علاقة تبقوا انتوا فيها مع بعض، او تبقوا انتوا فيها هو عارف يتواصل معاك وانت عارف تتواصل معاه بسهولة جدا. فديت مشاعر الشخص دوت اتجاه. تعالى بقى ناخد نصيحة للعلاقة ما بينك وما بينه. تعمل انت ايه مع الشخص دوت، او نصيحة للعلاقة ما بينك وما بين الشخص دوت. تعالى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة للعلاقة لأصحاب المجموعة الأولى. تمام. شايف ان انت الفترة دي تحاول تبين للشخص دوت مدى احترامك، مدى حبك، مدى تمسكك بيه بالشخص دوت. حاول ان انت تزود معاه الامور، الخطوات اللي انت كنت بتتراجع فيها او الحاجة اللي انت كنت بتتراجع مثلا اللي انت تعملها، لا اعملها. على فكرة الشخص ده اصلا زي ما قلت لك هو منتظر منك المبادرة، او منتظر منك ان انت اللي تبدأ معاه الكلام. فانا شايف هنا ان الشخص دوت على فكرة آه، بيبين له مدى احترامك، مدى انت بتحترمه قد ايه، او انت بتحبه او انت بتقدره. كمان هنا الخطوات زي ما قلت لك اللي انت بتتراجع عنها. مثلا انت ممكن تكون بتخاف تكلمه ان هو مثلا يرفضك او ما يردش عليك الرد اللي انت بتبقى منتظره. لا انا شايف ان انت تراجع عن الافكار السلبيه اللي في دماغك ديت وابدا باذن الله وتوكل على الله وسام الله
وتوكل على الله باذن الله تجاه الشخص دوت. كده تكون الجروب الاول done، وكده خلصنا المجموعة الأولى. يلا نبتدي مع أصحاب المجموعة التانية. أصحاب المجموعة التانية أهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس طبعا اللي اختاروا الدبوس دوت، أو الناس اللي اختاروا بشكل الكوتشينة ديت، أو بأول حرف من اسم الشخص اللي في بالكم. تعالى يلا نبدأ ونشوف طاقتك الأول وطاقة الشخص دوت ومشاعره اتجاهك عاملة إزاي، ونصيحة للعلاقة ما بينكم. هسيب لكم هنا طبعا الدبوس، وتعالى يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي ما عملتش لايك وما عملتش اشتراك في القناه يلا تعمل عشان يوصلك كل جديد من القناه. وطبعا الناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه او معمقه عن اي سؤال في بالهم يتواصلوا معايا على الرقم اللي هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. وكمان القراءة بأسعار حلوة جدا 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 ومناسبة للجميع. وطبعا الناس اللي عايزة تكتب لي أنواع القراءات اللي انتوا حابينها أو عايزين نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية تكتب لي طبعا في الكومنتات عشان نعمل الفيديوهات اللي جاية. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الناس ما عملتش لايك يلا تعمل لايك بسرعة عشان طاقتك توصل معايا هنا. نيتي اخد كل أصحاب اللايك اللي هيعملوا لايك إن شاء الله عشان القراءة تنطبق عليهم. يلا تعالى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بفكرك طبعا لو الطاقه ما انطبقتش معاك اللي انا هقولها دلوقتي تروح تتفرج على المجموعه الاولى وان شاء الله القراءه تنطبق على حضرتك. يلا تعالى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطاقه المجموعه الاولى تمام. طاقه بقى هنا المجموعه الاولى عندي هنا، انا شايف ان انت بتحاول ان انت تجذب الحاجات الكويسه ليك، او انت بتحاول شويه تفكر بشكل ايجابي. انا شايف انت عندك احلام وطموحات، او ممكن تكون الفتره ديت انت بتحلم بحاجات كتيره جدا ممكن تكون بتخص الشخص دوت، او ممكن تكون بتخص شغلك بشكل عام. انا شايف هنا كمان ان انت الفتره ديت عندك امنيات، ولكن في حاجه مكتفاك او انت متكتف مثلا في الوضع بتاعك مثلا، او انت ممكن تكون صغير في السن مثلا، او تجاه طاقتك مثلا تجاه الشخص دوت انت مثلا صغير في السن مثلا، فما ينفعش في ارتباط ما بينكم، او مثلا العلاقه ما بينك وما بين الشخص دوت لا تسمح بالارتباط. فانا شايف ان انت مثلا بتتمنى الحاجات ديت، او بتتمنى مثلا الكلام مع الشخص دوت، او ان هو يصالحك او يكلمك، او يبقى على هواك مثلا زي ما انت بتقول. ولكن كل دوت طبعا ما بيتحققش، او انت في خيالك ان الكلام ده ما بيتحققش. انت بالنسبه لك كل الكلام ده امنيات، وانت نفسك ان الحاجات دي تبقى بجد او تبقى على ارض الواقع. كمان هنا شايف معايا ان انت بتدعي كتير الفترة ديت، او بتطلب حاجات من ربنا، وان شاء الله ربنا يحققها لك باذن الله. اصحاب المجموعة التانية يلا كده لو الطاقة ديت منطبقة عليك كمل معايا القراءة، وتعالى يلا نشوف طاقة الشخص دوت. لو القراءة ما انطبقتش على حضرتك اسمع طاقة المجموعة الأولى وإن شاء الله تنطبق عليك. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يس يلا اللي ما حطيتش لايك تحط لايك يلا بسرعة عشان الطاقة تظبط معاهم وتكمل بإذن الله. يلا تعالوا نشوف أول سؤال معانا. طاقة الشخص دوت اتجاهك عاملة ازاي؟ تمام. انا شايف ان الشخص دوت ممكن يكون بطيء شوية معاكم، او هو مش بيديكم الحاجة اللي انتوا عايزينها. بمعنى مثلا ممكن يكون الشخص دوت تقيل عليكم حبة، او هو مثلا مش سهل الوصول ليه، او مش سهل ان انت تتكلم معاه. مش معنى كده يعني ان هو حد مثلا ذوي سلطة او كده، ممكن، ولكن شخصية كاريزما في نفسه، بمعنى ان هو عارف قيمته كويس جدا. كمان هنا شايف ان هو بيفكر بالعقل بطريقة غير طبيعية، يعني هو ما بيحكم، ما بيمشيش ورا قلبه زي ما احنا بنشوف. او زي ما انت مثلا، انت أنا شايفك هنا ان انت مثلا ممكن يكون انتوا ناس طيبة جدا على فكرة، بتمشي ورا قلبكم او ورا احلامكم، او ربنا بيبعت لكم اشارات من عن طريق الاحلام بتاعكم، وممكن مثلا الاشارات دي ممكن تكون بتتحقق باذن الله. انا شايف ان الشخص دوت ممكن يكون تقيل شوية، او هو مثلا بطيء في الحركة بتاعته، او هو مثلا ممكن يكون سمين مثلا الشخص دوت مثلا، ما عندوش قدرة على الحركة، او مثلا هو بقى بطيء في نفسه كده، يعني هو مش بياخد القرار كده بسهولة. كمان هنا شايف ان الشخص دوت ممكن يكون بيشتغل في مجموعة، او انتم العلاقة اللي ما بينكم مثلا تشتغلوا مع بعض، او في حاجة ما بينكم مثلا اصدقاء مشتركة او صديق مثلا مشترك، او ما بينكم مثلا في ما بينكم حاجة مشتركة. ممكن يكون اصدقاء، ممكن يكون صفات طباع اشكال مثلا، ممكن تكونوا انتوا الاتنين شبه بعض.
شايف ان الشخص دوت عايز معاك قرار، او طاقته دلوقتي اتجاهك عايز حل مثلا وسط ما بينك وما بينه، او عايز حل يرضي الطرفين، يرضي حضرتك ويرضي الطرف اللي انت بتسمع له. فديت الطاقة بتاعت الشخص دوت، مش شايف الحقيقة انها فيها مثلا طاقة، مش شايفة انها طاقة وطاقة وحشة. انت ممكن يكون الافكار السلبية جاية لك انت، الافكار السلبية عندك انت، مش عند الشخص ده تجاهك. الشخص بالعكس، الشخص دوت طاقته تجاهك عايز معاك قرار، هو مش عارف يرضيك، او مش عارف مثلا دماغك بتفكر ازاي، او هو مش عارف، مش قادر يفهمك. انت ممكن تكون شوية متقلب المزاج، او ممكن تكون شوية انت شوية تبقى كويس مثلا وشوية لأ، فهو شوية محتار معاك الشخص ده. فدي طاقة الشخص ده اتجاهك. تعالى يلا نشوف مشاعر الشخص دوت اتجاهك عاملة ازاي، وبعد كده ناخد نصيحة للعلاقة ما بينك وما بين الشخص ده. تعالى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد يلا مشاعر الشخص دوت اتجاهك عاملة ازاي. طب حلو قوي قوي قوي، يعني ان هو حد بالعقلية اللي انتوا بتسمعوا لها عنده المشاعر دي تجاهكم، فده في حد ذاتها يعني يا بختكم. اقول لكم كده بجد. آه، شايف هنا كمان ان الشخص دوت بقى يعني بيسرح فيك بطريقة مش عارف اقولها لك ازاي، ولكن بيسرح فيك بطريقة رهيبة. يعني انا هنا طالع لي 3 كروت هوريه لكم هنا في التفسير بتاعهم، او في الوضعية بتاعتهم. انا ده لوحده كفاية، يعني الكارت رقم 9 ده كفاية لوحده انه يطلع مثلا لحد ذكي مثلا زي الشخص ده. الشخص ده ذكي جدا على فكرة، او ما بيمشيش ورا قلبه قوي. يعني هو ممكن يكون على فكرة الشخص دوت ناس كتير بتلجأ له كمان لحل مشاكلهم. مش مهم بقى يعني الشخص دوت بيعمل ايه بالظبط في حياته، اهم حاجة ناخد بقى احنا اللي احنا عايزينه، اللي هو مشاعره بقى اتجاهك عاملة ازاي. مشاعر الشخص دوت اتجاهك، انا شايف ان هو بيفكر فيك كتير جدا 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 جدا، حتى كمان في اماكن شغله بقى، في كمان من انا شايف ان هو بيتخيلك دايما معاه، او بيتخيلك في مواقف مثلا. معلش الكاميرا اتحركت، معلش. بيتخيلك دايما في مواقف مثلا ما بينك انت وهو، مثلا انتوا قاعدين مع بعض بقى، بيتخيلك مثلا بقى بشكل عام يعني بقى، يعني مش هتكلم انا، يعني خدوها انتوا بقى التخيلات بقى بصفة عامة. يعني هو بيتخيلك كده بصفة عامة بقى. كمان هنا شايف ان هو بيتقل عليك بقى الشخص ده، يعني اي حاجة بقى هو بيعملها هو بيتقل عليك، انما انت عنده حب صادق تجاهك. نفسه يتواصل معاك ويتكلم معاك بحرية، مش بقيد او بحساب، او في اطار مثلا صداقة بس، او في اطار عملي بس. لا، ده عايز يتكلم معاك بكل الأصعدة، صداقة وحب وعمل وكل حاجة، يعني انت تشاركه كل حاجة كل التفصيلة في حياته. شايف هنا كمان ان انتم لو في مثلا انت والشخص دوت بتشتغلوا في حاجة واحدة، او انتوا مثلا بتفهم في السوشيال ميديا، لان الشخص ده انا شايف ان هو مثلا ليه علاقة بالسوشيال ميديا، او في حاجة هو مثلا بيعملها على السوشيال ميديا. فانا شايف ان الشخص دوت ممكن تبقوا جروب مع بعض، او كاست كده، تجمعوا كده مع بعض كلكم مثلا تشتغلوا في موضوع مثلا يخص الشخص دوت. بس الشخص ده عنده مشاعر حلوة جدا تجاهك، مشاعر صادقة، مشاعر حب قوية جدا، وتفكير بقى للصبح. يعني هو هنا بيفكر فيك للصبح. ممكن أحيانا الشخص ده ما بينامش على فكرة من كتر التفكير فيك. فدي مشاعر الشخص دوت بجد، يعني ما بختكوا بيه بجد. طبعا يعني انتوا ممكن تكونوا مش طايقينه يعني احيانا، يعني مثلا سواء انا بقول لكم يا بختكم كده، انتوا ممكن تكونوا اصلا مش طايقينه. ولكن عايزه اقول لكم بس حاجه هنا، اني انا بجيب التهكير لعقل الشخص دوت من عقله الباطن، فكله اللي موجود، اللي يعني اللي بيظهر عليه حاجه، واللي بيظهر معايا حاجه تانية. تعالى بقى ناخد يلا نصيحه للعلاقه ما بينك وما بين الشخص دوت. بس انا شايف ان الشخص دوت الحقيقه، يعني من قبل ما انزل كروت وكده، ان هو ممكن يكون، هو ممكن صعب جدا ان هو اللي ياخد الخطوه. صعب قوي يعني، حد بالعقليه ديت صعب ان ياخد الخطوه. وتعالوا برضو نشوف يعني هيعمل ايه. ايوه، يعني هو عايش بقى في دور المراقب، وفي دور بقى ايه التفكير المتبادل. هو عامل عامه كنترول على قلبه.
او عامل كنترول على المشاعر بتاعته، او مش عايز يبين لك مشاعره، عشان مثلا ممكن انت تفهمه غلط بقى، او ممكن انت مثلا تضحك عليه او تسخر منه، او مثلا ايه تقلل منه. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني مثلا هو عنده خوف شويه، ممكن يكون عند الشخص دوت خوف شويه من الارتباط، او خوف شويه من المواجهه عامه. شايف هنا كمان الشخص ده بيراقبك من بعيد، بيراقبك من بعيد على اي حاجه انت بتعملها. ممكن كمان لو انتوا بتتقابلوا في شارع، بتتقابلوا في مكان معين، بيبص عليك كده وانت مش واخد بالك. يعني انت ممكن اصلا تكون مفكر ان هو مش بيبص عليك، لا مراقبك وبيبص عليك. يعني شايفين الشخص دوت كده، لو الكاميرا توضحه شوية، بيبص عليك ومراقبك على كل تفصيلة انت بتعملها. كمان هنا شايف ان الشخص دوت بيفكر فيك زي ما انا قلت لك بطريقة رهيبة. ممكن الشخص ده على فكرة يكون من ابراج مائية، او يكون من ابراج هوائية، او ترابية. استنى، وعندي هنا نارية كمان. يعني انا ممكن يكون، يعني انا عندي هنا جميع الطاقات. يعني مثلا ممكن يكون من برج حمل، اسد، قوس، او جوزاء، ميزان، دلو، وعندي هنا جدي. بس ديت الابراج مثلا اللي ممكن تكون من الشخص دوت، او ممكن تكون من برجك انت. آه، فالشخص دوت الحقيقة، يعني انا شايف ان هو بيراقبك قوي 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 يعني. نصيحة بقى ليك انت، احنا خدناها بقى هنا نصيحة. شايف بقى انت الشخص دوت تعمل معاه ايه؟ انت تاخد كلام الشخص ده جد شوية، او انت مثلا لو انت مستهون بان الشخص ده ممكن يكون بيلعب، او شايفه ان هو مثلا مش قد المسؤولية، او شايفه ان هو مثلا ممكن يكون صغير في السن او اصغر منك. مثلا لو انت حد اكبر منه سنا مثلا، وانت مثلا ممكن تكون مفكر الشخص ده بيلعب بيك او هو مش جد، لا اقول لك لا، خد مع الشخص ده على فكرة حاجة جادة، او اقنعه بيك، او حاول ان انت توضح له ان انت جد زيه او انت عايزه. راقب الشخص ده من بعيد. حاول تبعت له رسالة، او حاول تبين له حاجة، او توضح له حاجة هنا. لان هنا ظاهر معايا ان ممكن يكون الشخص دوت مش متأكد مثلا من مشاعرك تجاهه. وبكده تكون اصحاب المجموعة التانية كده معانا خلصوا. يا رب تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم محمد إيهاب.